صحابي كلهم بيقولوا لي اني لازم اروح لدكتور نفساني عشان اتعالج، مع اني مش عارف اتعالج من ايه. انا شايف اني تمام، الناس هي اللي محتاجه تتعالج. ازيك؟ منورني ليه النهارده؟ يعني يمكن عشان الناس شايفاني ان انا محتاجه اتعالج. انا مش شايف تعالج. كده خالص. تعالج من ايه مثلا؟ يعني وسواس، القلق، الحاجات دي. مم. ليه يا ترى هم شايفين كده طيب؟ مش كده، انا خايف يعني. تخاف؟ تخاف من ايه طيب؟ ما بخافش من حاجه خالص. تخافش من حاجه؟ مفيش انسان ما بيخافش. اكيد في حاجه جواك بتخاف منها. خش جوه اعماق روحك، اسال نفسك. اكيد في. يمكن بخاف من الفراق مثلا. اشمعنى الفرق؟ عشان فقدت اهم شخصيه في حياتي، مين؟ امي، وبعدها ابويا بسنه. طب ايه اللي حصل؟ سابوك ازاي يعني؟ مش فاهم. ايه مش عايز تقول؟ مش عايز، مش فاكر. طيب بص، انت لازم عشان تعرف تتعالج الموضوع ده لازم تدور ايه السبب، ليه ده حصل، امتى حصل وليه وازاي. وان شاء الله الاسبوع الجاي تيجي نشوف انت وصلت ليه. تمام؟ ولو ما جتش؟ يبقى للاسف عمرك ما هتتعالج. شكرا يا دكتور. انا طول عمري بخاف من حاجات كتير، زي الجري والقطط، ودلوقتي بس انا عرفت ليه، ولازم ابقى اواجه الحاجات دي. ازيك عامل ايه؟ هو في ايه؟ دايما بحسك بتفتكر مشهد بيقعد يتكرر، حتى لما كنا في العياده بتقعد تفتكر مشاهد، معرفش في ايه، مالك؟ ايه الحدث اللي بيفرقش ذهنك ده؟ اخاف احكي لك ما نكملش علاج مع بعض. بالعكس، انت لو ما قلتليش مستحيل تتعالج. قول بس، في حاجه بتخبيها لازم اعرفها. وانا صغير طلبت من بابا وماما اللي احنا نخرج نتفسح في اي حته، هم قالوا لي اللي احنا هنسافر. ما اكدبش عليك، وقتها كنت مبسوط. يمكن كانت اخر مره ابقى مبسوط فيها في حياتي. فعلا خرجنا وقرروا ان احنا هنسافر يعني. واحنا بقى بنحضر الشنط وخدنا العربيه وبابا كان سايق بسرعه عاليه جدا، وكنا شغالين اغاني صوت عالي وعمالين نغني معاهم مبسوطين، وكنا خلاص قربنا نوصل. ومره واحده جت عربيه قطه قدام بابايا وبيحاول يتفاداها، قامت العربيه اتقلبت ومامتي توفت والاغاني اتطفت. بس بس هدي نفسك. بس. طيب انت ما حاولتش تدور في الموضوع خالص؟ مش عايز اي حاجه تفكرني بالموضوع. بس لازم تشوف، لازم تواجه الموضوع عشان كده. ده خطوه مهمه جدا في العلاج. لما حد بيموت بسبب حد يبقى حاسس بالذنب. تخيل بقى انا اللي كنت سبب في موت اقرب الناس ليا اللي هي امي. انا عذرك، أنت عمرك ما حسيت بالذنب في حياتك. طيب شوف برضو الموضوع، تدور على حاجة حصلت، يعني عايزك تواجه الموضوع وبس يعني. نشوفك إن شاء الله المرة الجاية تكون أحسن، وبلغني بأي حاجة تحصل. لو لقيت أي حاجة ليها علاقة بالموضوع كلمني. معاك على الخط عشان نوصل إن شاء الله سوا لنتيجة إيجابية. يلا نشوفك على خير. سلام يا دكتور. الو يا ضياء باشا، ازيك؟ شفت الحلقه الجديده الاخيره دي؟ اه، رامي المريض. اه، لا الواد ده حالته صعبه خالص يعني. امم بس ان شاء الله هعرف اتصرف يعني. انت عارف بيفكرني بنفسي والله وانا صغير. اه، كان عندي نفس الاعراض دي وعندي نفس كل حاجه، بس الحمد لله يعني عرفت اتصرف.
بس برضو لا لا، خلي بالك اللي هو عدى بيه ده صعب جدا اي حد يعدي بيه. اه، ده واحد حصل له حوادث واهله ماتوا واخوه الكبير، ولا موضوع، وصحابه اتنمروا عليه. فصعب صعب، بس انا ان شاء الله ان شاء الله واثق. هعرف هعرف اتصرف ان شاء الله. حبيبي، حبيبي، سلام. ازيك يا باشا؟ ازيك يا معلم؟ انا سمعت ان انت مريض نفسي، مجنون يعني. تحب اوديك مصحة؟ كده اشوف الموضوع ده تاني، بيضايقني. طب على فكرة بقى، انت سبب في موت امك. صراحة كنت عايز اخد تذكرة تذكرة فين؟ اي حتة بعيدة. الحمد لله لقيتها. الو. ايوه معايا. حضرتك المفروض كنت تعرف حاجة عن الحادثة اللي حصلت لي من 15 سنة. انا لقيت الرقم ده عندي. هو انت ابن وائل؟ انا زي حضرتك. الحمد لله. كنت حابب بس اعرف تفاصيل، يعني بابايا مات ازاي، الحاجات دي يعني. انت بتقول ايه؟ ابوك ما ماتش اصلا. ما ماتش ازاي؟ دي شهادة الوفاة بتاعته عندي اصلا. لا، الشهاده دي مزوره. طب انا حابب اعرف الحقيقة عشان بس الامور يعني اتلخبطت. ابوك اصلا متجوز في الجونه ومخلف كمان. طب هو يعرف يعني يعرف عني حاجة او كده؟ هو بيحب. طيب انا عايزك بس يعني توجه له رسالة، تقول له اللي هو ينسى بقى النهارده اللي هو ليه ابن، لان هو بالنسبة لي فعلا مات، وبالنسبة لي شهادة الوفاة طلعت، يعني طلعت بالنسبة لي انا طلعت، وينسى بقى انه ليه ابنه وانا مش عايز اشوفه تاني. بس هو لسه بيحبك. ما كانش صح انت عملته. انت تعرفه؟ طيب ما صاحبك هو اللي استفزني، يعني مستني مني مثلا ان انا اسيبه؟ انا على العموم جاي اصالح ما بينكم. بص بصراحه انا مش عايز اقابل حد ومش طايق اقابل حد، بس على العموم يعني انا اسف. هو لو عمل يا كده عم تاني ما حصلش حاجه. ماشي، وصل له اعتذاري وفرصه. هو عمال بيتأسف. مفيش مشكله، اسمع الشاي. ازيك، عامل ايه؟ بقالك كتير ما بتجيش، لعله خير. اكتشفت اي حاجه جديده؟ شفت حاجات يعني. كويس. يعني شفت ان بابايا طلع عايش اصلا. باباك عايش؟ طب هايل. لا مش عايش. ليه؟ شفت اللي هو رميني من وانا صغير ومش عايزني، رميل؟ يعني ساب لي بس فلوس في البنك بس هو شاف حياته. يمكن دي رجعتني 180 درجه اصلا بعد ما كنت بتعرف كويس. بص، لو فكرت فيها انت مش خسران حاجه. انت كبرت، طلعت انسان سوي، انسان ناجح، بتحاول، بتسعى، ما عملتش جريمه مثلا، فبتحاول تتحسن. من غيره كل ده واقف على رجلك عادي. هو اللي خسران، خسران انه يبقى عنده ابن، انه يبقى كده يعني. خسران شعور الابوه ذات نفسه. بس انا خسران شعور الاهل. هو فكر انا محتاج في حياتي فلوس، مع ان انا كنت محتاج حاجات كتير يعني. كانت يهمني الفلوس، هو ساب لي فلوس وشاف حياته، فكر هو كده عمل الصح. بس قررت مش عايز اشوفه تاني. وربنا يسامحني بقى لو انا غلطان. بس عامة أنا شايف إنك اتحسنت، وطاقتك حتى بقت أحسن شوية. حسنت كتير يعني. طب ما طلع أنا واخد كلام الناس بالي. صح، طلع ده انا مريض او كنت مريض بس. والحمد لله جت عليك، كانت في حاجات صعبه
عديت بيها وواجهت نفسي زي ما حضرتك قلت لي، اتكلمت عن يعني قريب هزور مامتي، كويس، ابتديت هايل واحده واحده اطلع مشاعري، هايل. بس يعني ضربت صح، ليه؟ استفزني شتمني وقال لي انت مريض، بس اعتذرت لصاحبه يعني بس لازم بعد كده تكنترول الموضوع. انا اعتذرت له، هو اكيد هيوصل له الاعتذار بتاعي. كلنا بنغلط، اهم حاجه بس تتعامل ان انت بني ادم، ممكن تغلط عادي، وان الانسان اصلا خطاء بطبعه. ماشي، ما تخافش انك تغلط، اغلط عادي، بس اهم حاجه تتعلم من الغلط. انا انبسطت من الكلام مع حضرتك والله يا دكتور. انا شايف ان انت اصلا خلاص، يعني الموضوع ما بقاش مرضي، بقى خوف عادي طبيعي. يعني دي اخر جلسه؟ تقدر تقول ان شاء الله اشوفك عامه ناجح على طول، يا رب. يلا وانا هتواصل مع حضرتك برضه بس بره العاده يعني، ان شاء الله، ما تجيش تاني. مشوار بعيد بصراحه. شكرا يا دكتور، شكرا لحضرتك كل اللي قدمته، ممتن جدا لحضرتك. حبيبي، مع السلامه. اشوفك على خير ان شاء الله. انا يمكن جاي النهارده اقول ان انتي وحشتيني قوي، وان انا الحاجات الحلوه اللي انا عشتها في الحياه مش فاكرها اني كنت صغير وقتها، بس انا فاكره ان انا معايا الحاجات اللي تخلي اي حد مبسوط ومش مبسوط، لان هي اهم حاجه انا فاقدها. من بعدك ما لحقتش اعيش معاكي، ولما كنا مبسوطين متوا، واحس انكم متوا بسببي، مش مفارقني، بيطاردني طول الوقت وحتى ابويا اللي قلت هيعوضني عن الايام مشى وباعني. انا مش عارف الدنيا بتعمل معايا كده ليه. انا يمكن نفسي اجي ازورك وعارف انت فين، بس مش قادر، خطوه صعبه، بس قريب هاجي وأوعدك في مكانك هتكوني مرتاحة أكتر، أنت فرحانة بيا وأبويا أنا مش زعلان منه، بس مش هعرف أروح له بعد اللي حصل ده، مش هعرف أحط عيني في عينه. هو كأنه بيوجه لي رسالة إن أنت سبب في موت أمك، وكأنه مأكد على المعلومة، وهو عنده حق. من بعدك بتبهدل، ارحم. انت مطلعتيش السبب، متزعليش مني. اكتشفت ان انا مش اسف لابويا، مش اسف لامي، مش اسف لاصحابي، انا مش اسف لحد.